السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل معاكم مخللات لرمضان ان شاء الله. يعني هنعمل معاكم ارنبيط وهنعمل معاكم جزر. قاعدين لسه اسبوعين ان شاء الله يلحق رمضان. اول رمضان تاكلي منه يبقى زي الفل. جبنا ارنبيطة حلوة كده وبننضفها معاكم اهو. شلنا العنق بتاعها ونفصل نعملها نقطعها معاكم اهو، ونفصص الزهرات بتاعتها. تقطعيها كبيرة تقطعيها صغيرة، بس هي تفصصيها تفصيص الزهرات بتاعتها بس يبقوا متمسكين، يعني ما تصغرهاش قوي. قطعناها كلها كده وخليناها كلها اهو. بص بنفصصها كده، بنشيل الحتة بتاعت اللي من فوق العنق دي. بالسكينة بتقطعيها سهلة وبسيطة وموضوع سهل جدا. إلا صلاتي ما أخليها. وانا صباح ودي قناتي. حطيته في مية انا وغسلته ونضفته حلو، شطفته بمية كتير قوي. وهنا البرطمان معايا مغسول ومتعقم، حطيت فيه حبة خل ورجيتهم كده وكبيته. وهنا بحط فيه القرنبيطة. حطينا كل القرنبيط في البرطمان، وهذه المية سخنة ومغلية ومتبردة، يعني غليتها وبردتها. وهكبها في البرطمان وارجعها تاني اشوف البرطمان هياخد معايا مية قد ايه عشان الملح. وعشان البنات اللي هي لسه اول مرة تعمل تخلي اول مرة تخش المطبخ تعرف تعمل كده، بدل ما تحط مية وملح وتطلع قليلة. بص رجعتها البولة تاني، والمية دي هحط لها الملح والشطة والسكر والتحبيشة بتاعتها، وبعدين ارجعها على المخلة. كده مش هيبقى معاكي ايه، لا تقولي طلعت قليلة ولا طلعت كتيرة. وده فلفل حامي مفروم بس كان متفرز عندي. وحطيت ربع معلقة كركم، ربع معلقة الشاي كركم. وحطيت 6 معالق ملح. وهنكب معاكم المية على المخللة. انا لفيت البتاع وجبت على العدل عشان تشوفوا. وحطيت كيس بلاستيك، حطيت ورق رورة على البتاع، وحطيت معلقة السكر على المية، وحطيت قشر يوسفندي على الغطا من فوق. قفلت بيه الغطا. وهنا دول 3 كيلو جزر. كلنا بنعرف نقشر الجزر، تقشريه بالمقشرة بتاعت البطاطس ماشي، تحكيه بالسكينة ماشي، مش هتفرق يعني. كده كده الجزر ما بيبقاش فيه حاجات كتيرة، يعني هي القشرة الخفيفة بس. وتقطعيه بالسكينة براحتك، تقطعيه بالقطاعة بتاعت المخلل دي برضو براحتك. اللي دي بتديكي شكل المخلل اللي هو بتاع المحلات وكده، ان جاهز كده بقى، والحركات دي بتاعت الشكل الحلو. والسكينة برضك شكلها حلو. انا الرفيعة بعملها على 3، والصغيرة المليانة شوية بعملها على 4، واللي قل خلص ممكن على 2. هبص بوريكي شكل التقطيع. بس البتاع القطاعة دي البلاستيك مش زي الخشب، بس مش ثابت عليها الجزر، بيتزحلق. هنا قطعناهم كلهم. وبعد ما قطعته انا غسلته برضو، انا كنت غسلاه قبل ما اقطعه، وغسلته تاني شطفته بعد ما قطعته وحطيته في المصفى الصف. وهنا ميلت البرطمان عشان تشوف انا بحط ازاي، لان القرنبيط ما كانش باين البق بتاع البرطمان عالي، فعبيته كله معاكم. بس هنا انا بقى ما حطيتش الميه على الجزر، لان انا عارفه ده البرطمان ده نفس البرطمان بتاع القرنبيط. فمليت البوله الجزاز ميه وضفت عليها الملح. حطيت برضو 6 معالق ملح ومعلقه السكر ومعلقتين خل. وفي البرطنبيط برضو حطيت خل. ودوبت، بس تدوب لحد ما الملح كله يدوب، علشان خاطر ايه، ما تبقاش الملح مركرك تحت. ودي شطه برضو مهروسه معايا نفس اللي انا حطيتها في القرنبيط. وهنا حطيت عليه كيس بلاستيك وقفلته وقلبته شويه. بنقلبه شويه عشان بس نتاكد ان البرطمان غاضي. واللي فاض من القرنبيط ومن الجزر عملتهم برطمانين صغيرين معاكم، يعني ما رمناش حاجه. كل سنه وانتم طيبين.